السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة آه، مرات الابن بمناسبة مرات الابن وخدمتها لحماتها. الحب الحب ده بيكون من القلب وبدون مقابل. يعني أنا أعرف حاجة واحدة ست، ألف رحمة ونور عليها، كانت هي أو جوزها معاش لهمش ولاد غير ولد واحد بس، ألف رحمة ونور عليه هو كمان. الشاب ده اتجوز واحدة، ربنا يبارك لها في عمرها وصحتها يا رب، هي وولادها وكل ذريتهم. البنت دي خدمت حماتها وحماها. طبعا هم برضو كانوا سنهم كبير وقعدوا فترة طويلة جدا في المرض. الأول كان الأب فضلت تخدم حماها لحد ما توفى، والراجل فضل يدعي لها دعوات. على فكرة الست دي الأم والأب يعني كانت قريبتي، أنا قريبتي، يعني أنا مش بحكي حكاوي وخلاص، والله دي كانت قريبتي، وبمعنى أصح كانت خالتي. ما خلفتش غير ولد واحد، قصدي ما عشلهاش غير ولد واحد. ومرات ابنها دي تدخل الجنة من أي باب تشاء، ربنا يبارك لها في عمرها وعمر ولادها يا رب، اللهم امين. جوز خالتي كان راجل كبير، بس كان زي العسل في حنيته، خدمته لحد ما توفى، وفضل يدعي لها دعوات ربنا يبارك لها، واللهم امين يا رب، يتقبل منها كل حاجة بتعملها، يتقبل منها يا رب، وهي فعلا تستاهل كل خير. هو توفى وبعدها بمدة خالتي تعبت، برضو ست كبيرة، خلفت يعني كتير. كان زمان ما يعرفوش ان اول عيل بيعدي. كان المفروض في الار اتش، بس زمان ما كانوش بيفهموا الحكاية الار اتش ده موجب وسالب، يبقى بعد الولادة الاولى المفروض انها تاخد حقنة علشان تحمي العيل اللي بعديه. ايام زمان الطب ما كانش بتقدم للدرجة بتاعتنا دلوقتي، ويدوب هو الولد ده اللي فلت منها وعاش، وكل العيال اللي جابتهم بعد كده ماتوا. فربنا بارك لها في الولد ده والحمد لله يا رب، وربنا رزقه بالزوجة دي، زوجة صالحة وبنت ناس صالحين. فخدمت برضو حماتها خدمة العمر. أنا والله شفتهم وهم في مرضهم بالطريقة دي، كانوا تعبانين جدا، وهي فضلت تخدمها. وانا اقول لها الله يقويكي الله يقويكي يا ام فلان، يعني تقول لي دي امي وفي عينيا، عمري ما انساها، دي في عينيا، عمري ما انسى الست دي ولا كلامها ولا حبها وما زهقتش، ما زهقتش. يعني حماها فضلت تخدم لحد ما مات، وحماتها نفس الكلام، فضل وقعدوا فترة طويلة في المرض ومفيش حد بيساعدها. يعني الست ملهاش بنت تاني علشان تساعد مرات اخوها مثلا، لا، كل الحمل على مرات الابن لحد ما ماتت حماتها، ومن قبلها حماها، بس خدت رضاهم ودعواتهم، وربنا بارك لها في اولادها، والحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر على اولادها وحلاوتهم ومستقبلهم، الله اكبر، وتعلموا احسن تعليم وجوزوا احسن جوازات. يا رب اصلح حالهم، يا رب اصلح حالهم، وكفيهم شر العين، وكل سنة وانتم طيبين.
ورمضان مبارك عليكم جميعا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.